دايما بتشتكي ان البسبوسه بتفشل معاكي وبتطلع وحشه جدا، اوقات ناشفه، اوقات مش مرمله، اوقات مش مظبوطه خالص، يبقى لازم تشوفي الفيديو ده. بجد الفيديو ده عشانك. الفيديو ده فيه كل تكات واسرار البسبوسه. عملتها معاكم كتير في فيديوهات كتير قبل كده، ما بتنزلش عن الوصفه دي. عملت وصفات كتير بس دي اللي بتكسب كل مره. خطيره يا جماعه، بيرفكت بجد، لازم تجربوها. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هحتاج كوبايه من السكر وربع كوبايه من الميه، وعليهم معلقه كبيره من عسل الكلوكوز، بس انا الحقيقه نسيت انزل بيها فنزلت بيها في الاخر، فمفيش مشكله خالص يعني. اول ملحوظه هقولها لكم ان انتوا ما تحطوش معلقه فيها وانتوا بتقلبوها، تعملوها كده بالكسرونه زي ما انتوا شايفين. تمام. اول ما الكراميل ياخد اللون الذهبي الفاتح مش الغامق، عشان ما يبقاش طعمه محروق معاكم، هتنزلوا بكوبايه الا ربع من السمنه البلدي لو متوفره. لو مش متوفره اي نوع سمنه موجود عندك. تمام كده. وهسيبها يعني يا دوب تسيح على النار، ما نغليش، يا دوب بس تدوب كده. اوكي. هنزل كمان بكوبايه الا ربع من الحليب الدافي، يعني انا مسخناه مش سخن قوي ولا ساقع قوي. وابتدي برضو انزل بيه على النار ياخد ويدي مع نفسه كده، يا دوب يسيح على نار هاديه جدا. انا مش عايزه الحاجات دي تفور ولا تغلي، وده مهم جدا في نجاح البسبوسه بتاعتنا. بسيبها زي دمعه العين. تمام، يعني يا دوب انتي تحطي صباعك تقدري تتحمليها. دي معلقه الجلوكوز، انا اسفه جدا، المفروض تتحط في الاول، بس انا ما بتنزلش عنها الحقيقه، فاضطريت ان انا احطها دلوقتي وسبتها على النار يا دوب يعني تسيح مع السخونه بتاعتها كده. اوكي. بسيبها بقى تبرد تماما، تقدري تضربيها في الهاند بلندر في المرحله دي. لو فيها تكتلات ما تقلقوش، لما السمنه بتفصل دي ما تقلقوش منها خالص. نص كيلو من السميد الناعم، انا بصراحه بستخدم سنبله الفرات، بيكون حلو جدا وقلت لكم عليه قبل كده. ببتدي انزل بقى بالخليط بتاعي الكراميل على السميد. اهم حاجه ما نعجنش، احنا مش عايزين نفعل عرق الجلوتين اللي موجود في السميد عشان ما يقلبش عيش. اوكي. يعني مش عايزين يكون ناشف، احنا عايزين البسبوسه تكون كده طريه وخطيره ومرمله معانا، يا دوب نغطي بس السوائل ما تكونش ظاهره زي ما انتوا شايفين كده. في صينيه بقى مقاس 30 دهنتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين بشويه من السمنه المحترمين، وهنزل بالخليط بتاعي، وهبتدي ان انا بقى يعني افرده كده كويس جدا في الصينيه. ممكن تصغري مقاس الصينيه لو انت حابه مقاس البسبوسه اتخن شويه السمك يعني، بس انا شايفه السمك ده مناسب جدا. هفردها كويس جدا، وده بيكون شكلها بالظبط. تقدري تسيبيها ساده وتقدري ان انت تزينيها باي حاجه انت بتفضليها. عملتها معاكم قبل كده باشكال كتير جدا للتزيين. ممكن تعملي بالكريز، ممكن تعملي بالفستق، ممكن تعملي بالسوداني، ممكن تعمليها بالبندق او اللوز اللي انت عايزاه. انا النهارده فضلت اعملها بالبندق. قطعته كده قنصاص وابتديت ان انا احطها. اهم حاجه وانت بتحطي بس المكسرات تضغطي سنه، يعني علشان ما تطلعش منك بعد التسويه وبنحط الشربات ما تتحركش. اوكي، تضغطي سنه عليها كده، ده بيكون شكلها. الفرن متسخن درجة حرارة 180 في الرف الأوسط، بتاخد تقريبا نص ساعة. نعمل الشربات بقى تقريبا بعد ما بندخلها ب10 دقايق. كوبايتين من السكر وعليهم كوبايتين من المية، وعصير نص ليمونة، ومعلقة من عسل النحل أو عسل الكلوكوز، وهنسيبهم بعد أول غلوة 7 دقايق. تمام، يعني كلها كده الماكسيموم بتاعها 10 دقايق وتطفي عليها. أنا عايزة الشربات يكون سخن بس مش مولع قوي، عايزة الشربات يكون سخن. أوكي. وهنبدأ بقى ان احنا نحط الشربات على البسبوسة. وده يا جماعة بقى بصوا الاختبار اللي احنا بنقوله يعني. اول ما بتحطي الشربات وهو سخن على البسبوسه بتتشرب زي ما انتم شايفين ما شاء الله كده. لو فضلت البسبوسه الشربات عايم عليها كده البسبوسه مش ناجحه، وعمرها ما هتشرب حاجه معاكي وهتطلع ناشفه جدا. لكن ما شاء الله البسبوسه زي ما انتم شايفين خطيره بيرفكت ما فيهاش غلطه. ومن نجاح البسبوسه اصلا او اي حلويات شرقيه بتعمليها قبلها بيوم. عندك عزومه او عندك اوردر عايزه تطلعيه بتعمليها قبلها بيوم، ده هيديكي نتيجه افضل كتير جدا على فكره. هنبدأ بقى ان احنا نقطعها المقاس اللي احنا عايزينه. انا الحقيقة بحب اقطعها واقدمها في ورق الكب كيك، بفرده كده وبحطه فيها، بتكون القطعة بقطعتها، سواء بقى هتقدميها اوردر او كمان هتقدميها لضيوفك في العزومة، علشان ما تتهدرش معاكي وتبهدل الدنيا. بجد بتكون لطيفة جدا، جربوها بإذن الله هتكون ناجحة معاكم 100%. من احلى الوصفات اللي ممكن فعلا تجربوها، بس امشوا على الخطوات والملاحظات اللي انا قلتها لكم بالظبط. انا مروه، لو اول مرة تشوفيني وتتابعيني لايك وشير للفيديو وقولي لي بتعمليها بالطريقة دي ولا بطريقة تانية. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. باي باي.